السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل يومين كان الناخبون الفرنسيون على موعد مع الانتخابات. إنها الانتخابات من أجل اختيار من يمثلهم في البرلمان الأوروبي، وهذا ما يسمى les élections européennes. معناه أن كل حارة وكل حومة كتختار من سيمثلها في البرلمان الأوروبي اللي كاين في مدينة بروكسل العاصمة البلجيكية، وكذلك في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. إنما نتائج أعطت بأن حزب اليمين المتطرف لو راسومبلومون ناسيونال اللي كان كيتسمى في السابق لو فرون ناسيونال هو اللي جاب الأغلبية الساحقة بنسبة 31.7%، أكثر من ضعف ديال الحزب اللي كيحكم حاليا فرنسا اللي هو ديال الرئيس إيمانويل ماكرون. وملي تبينوا النتائج قالوا بأن الرئيس الفرنسي سيلقي خطابا للفرنسيين، وذلك من أجل إعطاء وجهة نظره في هذه الانتخابات، فإذا به يقرر أن ما يسمى la dissolution de dissoudre l'Assemblée nationale. معناه أن الفرنسيين حاليا على موعد مع الانتخابات التشريعية. الانتخابات التشريعية معناه اختيار النائب البرلماني الذي سيمثل حومة أو دائرة انتخابية في البرلمان الفرنسي اللي كيتسمى لاسومبلي ناسيونال. إوا سيدي راه من نهار الحد وروينا قايمة هنايا بين الأحزاب السياسية. كاين الحزب الدوغول اللي كيتسمى حاليا لي ريبوبليكان، مشاو كيتعاطفوا مع اليمين المتطرف، احنا معاكم. كاين اللي قالوا حنا غادي نمشيو عند الحزب الحاكم، ولكني 100% الجولة الأولى غادي تكون يوم 30 يونيو، والجولة الثانية للانتخابات التشريعية غتكون نهار 7 يوليوز. إوا سيدي 7 يوليوز هذا التاريخ هذا غادي يدخل في التاريخ، لأن فرنسا غتبدا صفحات جديدة من تاريخها. ولكني ما فيها باس نذكركم بالتاريخ ديال 10 ماي لعام 1981 اللي كما كتشوفوا هو تاريخ انتصار وفوز المرشح اليساري فرانسوا ميتيرون على فاليري جيسكار ديستان الذي كان رئيسا للجمهورية الفرنسية وحاول أن يحتفظ بمنصبه، لكن في عام 81 لم يتم نجاح فاليري جيسكار ديستان لولاية ثانية، فسلم مفاتيح قصر الإليزي إلى فرانسوا ميتيرون. فرانسوا ميتيرون الذي استطاع أن يحكم فرنسا لمدة 14 سنة، ولاية أولى لمدة 7 سنوات وولاية ثانية ل7 سنوات، وجاك شيراك هو الآخر حكم لولايتين، لكن الأولى كانت ل7 سنوات والثانية كانت لمدة 5 سنوات لا أكثر. ولكن كما كتشوفوا الغريب ما في الأمر أن من بعد جاك شيراك جا نيكولا ساركوزي عمل 5 سنين وما قدرش يزيد ولاية ثانية. فرانسوا هولوند عمل ولاية واحدة وما قدرش وما بغاش حتى يترشح للولاية الثانية لأن عرف ما غياكل والو. وهذا ايمانويل ماكرون دائما في الانتخابات الرئاسية كيجيب الأغلبية، ومارين لو بين كتجيب حتى هي الرتبة الثانية.
وكل شيء كيصوت على ايمانويل ماكرون. علاش؟ باش ما نخليوش اليمين المتطرف توصل لقصر الإليزي. ودابا هو بهذه الفكره هذه معناه ان غادي يخلي اليمين المتطرف يوصل الحكومه من بابه الواسع. ايوا حقيقه ان اليمين المتطرف عنده افكار مسيئه للجاليه الاجنبيه وخاصه العرب والمسلمين، ولكني نسال الله اللطف. وهذا الشيء اللي كاين، وليله مبروكه وعواشركم مبروكه، وكل عام وانتم طيبون.